من أكتر المشاريع اللي بتجيلنا في المكتب هي مشاريع التعديل المعماري بضم شقتين على بعض، زي كده شقة 1 وشقة 2 علشان يصبحوا شقة كبيرة، شقة واحدة كبيرة. دول كانوا 100 متر لكل واحدة فيهم، فطبعا بعد التعديل أصبحوا 200 متر مربع. طبعا بنبدأ بالسمري اوف ميتنج، طلبات العميلة، وبنشوف هي بالظبط عايزة ايه. عايزة فتح الشقتين على بعض، وعايزة تلغي البانيوهات وتستخدم شاور، وعايزة ستايل كلاسيك ويكون في الإضاءة تكون أبيض وورم، يعني ميكس بين الأبيض والورم، والجبسون بورد فلات، وما عندهاش مشكلة بين الألموتال واليو بي في سي. طبعا الأسئلة دي كلها دي إجابات لأسئلة كتير جدا احنا بنسألها للعملاء بتوعتنا علشان نقدر نستشف منهم طلباتهم في التنفيذ. وكان طلبها ان يكون سخانات عادية مش فوري، وحابة يكون عندها كاميرات، وسألناها طبعا عن السمارت سيستم، مفضلتش قوي وجود سمارت سيستم. ده كده كانت الصور بتاعة المعاينة، وتم في المعاينة رفع المقاسات، وكان هو ده الرفع المقاسات الأسبلت للشقتين. دي الشقة الأولى وده المدخل بتاعها، ودي الشقة التانية وده المدخل بتاعها. طبعا دي أعمدة إنشائية مينفعش إن احنا نغير فيها أي حاجة، لأن دي الكونستراكشن أو الداعم الأساسي للمبنى كله. فاللعب كله بيبقى في الحوائط بين الشقتين. الشقة الأولى طبعا الريسبشن بتاعها صغير 2 متر 86، ودخلت الطرقة، حتى الطرقة صغيرة جدا كانت 90. والغرف ادي غرفة 2 3 وحمام ومطبخ، ودي غرفة 2 3 وحمام ومطبخ. ده كده تقسيمة الشقتين. هنشوف مع بعض فكرنا ازاي. احنا فكرنا طبعا في توسعة الريسبشن بالشكل ده، واخدنا جزء من الغرفة دي لان طلبات العميلة كانت تحويل جزء منهم لجناح نوم ماستر، والجزء التاني يبقى غرفتين 2 غرفة. فطبعا المساحة عندنا كويسة ان احنا نقدر نعمل ريسبشن كبير لطقم كويس. وهنا بدأنا ان احنا نعمل المكان بتاع المطبخ الجديد توسعته. ضمينا المطبخ والحمام اللي موجودين هنا على بعض. ودي بقت أصبحت الماستر بيدروم بتاعتنا. طبعا تقسيمتها كانت according لطلبات المدام. نقدر ان احنا نعمل فيها ده مثلا جناح نوم، ودي الدريسنج، وفي الجزء ده نعمل الحمامات، او العكس يبقى الحمامات في الجزء الخلفي وهنا النوم ودي الدريسنج. وفي الاخر برضو قدرنا نعمل هنا الغرفة بتاعت بنوتة ببلكونة، ودي غرفة بنوتة تانية ببلكونة، وهنا الحمام بتاعهم هما الاتنين. خلينا نشوف الفاينل ريزلت اهي. الفاينل ريزلت بتاعتنا ده الليفينج روم. وعملنا هنا بارتيشن في تلفزيون عشان يدي برايفسي للي قاعدين.